السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة. وقبل ما نبدا دير ديك ابوني للقناة ودير لايك، وإلا عجبتك القصة بارطاجيها مع صحابك. ودابا نوجد القهوة ديالي ونعاود لكم القصة ديالي. غنبدا لكم القصة فاش كنت عندي 13 عام، فاش عرفت علاش فاش كنت كنفيق الصباح بكري ما كنلقاش الوالدة في الدار. كنت كتفيق مع جوج الليل، واش مشي هي والعيالات ديال الدوار للخلا باش يجيبوا الحطب اللي غندفو به وقت الشتا. المهم سميتو محمد، ولد الدوار من نواحي ديال تنغير. قلت لكم غنبدا لكم القصه فاش كنت عندي 13 عام، حيت قبل كانت الحياه زوينه بطبيعه الحال في عينينا. كنا فرحانين وكنا كنلعبوا، ما كناش هازين لا من حتى حاجه. حتى وصلت ل 13 عام، الله جل يعرف فيه علاش الوالده ما كتكونش الصباح بكري في الدار، وخويا الصغير كيبكي وجده مقابله حتى ترجع الوالده. وعلاش الوالد كيخرج الصباح بكري ما كيرجع حتى للغدا، كيتغدى ويعاود يخرج عاوتاني والفاس فوق ظهرو. والقرايه عندنا الابتدائي في الدوار، اما الاعدادي في واحد الدوار اخر. وكنا كنفيقو مع 6 ديال الصباح، كنفطرو وكنخرجو نتسناو ترونسبور، والبرد كيكون قاصح، كنشعلو العافيه وكندورو بها حتى كيوصل، وكيدينا حنا الدراري حتى كيرجع للبنات. وهادشي كامل خلى بزاف ديال الدراري ما يكملوش في القرايه. اما خلاص البنات فراه الاكثريه فيهم حدهم السادس، والديهم كيخافوا عليهم وكيخرجوهم من القرايه. واحسن حاجه دازت في حياتنا هي ايام الابتدائي، واخا راه كيكون البرد وباقي عاقل. كنا كنخرجوا مع الستة، كنخرج من المدرسه كنلقى الوالده كتسنى، هي والعيالات ديال الدوار كيتسنوا حتى هما ولادهم. والوالد ديما فاش كنكون حداه كيقول لي شوف ولدي، الحياة هنا صعيبة، داكشي علاش بغيتك تكون راجل وكون بحال الفاس. فين ما حطيتك الحياة تكون واجد وديما خدم من نيتك، وربي ما غاديش يخيبك. كنبقى نسمع ليه وهو ديما كينصح فيا واخا انا باقي صغير. كانت احسن حاجة فاش كيوصل الصيف، كيجيو عندنا عماماتي عمامي والعائلة كاملة كتجمع. وواحد الصيف تجمعنا كيف ديما. واحد عمي قال للوالد علاش محمد ما يمشيش معايا للمدينه، غادي يكون احسن ليه من هنا. قال ليه الوالد ما نعرف الصراحه، ولكن نسولو وإلا بغا راه غتكون المدينه احسن ليه من هنا. وفاش قالها لي الوالد جاتني صعيبه، نبعد على والديا وعلى خوتي وعلى حتى الدراري اللي كبرت معاهم. واخا هكاك شفت بلي احسن حاجه هي نمشي مع عمي، حيت واخا نبقى يجي واحد الوقت وغادي نمشي للمدينه ونخليهم. داكشي علاش قبلت. هنا غادي نحبس القصه الخوت، حيت حاليا خدام غير بالتليفون. وإلا بغيتو الجزء الثاني قولوها لي في الكومونتيرات وبارطاجيو القصه مع صحابكم. تهلاو.